في التسعينات حصل حاجة كده خلّت كاظم الساهر يكون فتى الأحلام الأول لبنات كتير، واللي هي كانت إن هو غنّى قصائد نزار قباني بصوته. نزار قباني ما كانش شاعر مغمور، كان معروف، لكن هو مؤمن كما قيل عنه يعني أو كما ذُكر عنه إنه هو مؤمن إنه القصايد بتاعته اتخلّدت للأبد عن طريق صوت كاظم الساهر، وطبعًا الكاريزما بتاعة كاظم الساهر إحنا عارفين ده. لإن هو كان شايف إنه الدواوين بتاعته موجودة والشعر بتاعه موجود، بس مين اللي هيروح يشتريها ويقراه ومين اللي هيروح بنفسه للشعر إن كان بيحب يقراه أو بيتذوق الشعر عشان يقراه، لكن عن طريق الأغاني الشعر بتاعه انتشر بشكل أسرع بكتير. لكن هل دي كانت الحاجة الوحيدة اللي ممكن تخلّينا نسمع أي حاجة ذُكرت عن نزار قباني أو تتقدم لنا في صورة سماعية، مش هاقول بس إذاعية، تتقدم لنا في صورة سماعية؟ ما كانتش دي الحاجة الوحيدة. والغريب إن هو اشترك من غير ما يظهر إن هو نزار قباني بشكل قاطع، يعني هو ما كانش في التجارب الإذاعية اللي حصلت معاه ما اتقالش إنه أنا فلان الفلاني. طبعًا زيه وزي بقية الممثلين اتقال اسمه من ضمن الناس اللي اشتركت في التمثيلية دي أو في التمثيلية التانية، لإن هُم كانوا حاجتين، كانوا تجربتين إذاعيتين لنزار قباني في الإذاعة المصرية. لكن ما اتقالش ده فلان الفلاني أو ده الكاتب العلاني، ما حصلش الكلام ده. الغريب إنه التجربتين الإذاعيتين دول البطلات بتوعهم كانوا على صلة قرابة ببعض، وقرابة كمان من الدرجة الأولى. أول تجربة منهم كان مسلسل إذاعي اسمه القيثارة الحزينة، البطولة فيه كانت لنجاة الصغيرة وكمال الشناوي، وكان في ناس تانية مجرد بس بنسمع اسمهم إن هما اشتركوا في أي مسلسل إذاعي نعرف إن المسلسل ده ناجح وممتع، على سبيل المثال نعيمة وصفي ووداد حمدي. نزار قباني كان موجود، بس ما كانش موجود بصفته الرسمية الأساسية إن هو الشاعر نزار قباني. هو كان موجود بإنه كان كاتب واشترك في أحداث المسلسل زيه وزي أي حد من الممثلين عادي جدا، لكن كان مشترك فيه وكان ظهر فيه بصورة إن هو كاتب. المسلسل بيحكي باختصار عن بنت عندها مشكلة ما وفجوة ما بينها وبين باباها، وهيجي كمال الشناوي بصفته جارهم في الفيلا اللي هما ساكنين فيها، وهيحصل ما بينهم أحداث كتير، وهو محامي هتخلّيه بشكلٍ ما يتورّط في مشكلتها من غير ما يقصد، وهيحاول يحلّها برضه من غير ما هي تعرف، وبشكلٍ ما هي هتبقى على تواصل بالكاتب اللي هو نزار قباني، واللي مش طالع باسم نزار قباني خالص ولا بإن هو شاعر، هو طالع بس مجرد كاتب، والأحداث هتمشي على الوتيرة دي، واللي ممكن أي حد مثلًا لو سمع المسلسل يتخيل إنه في الآخر نجاة الصغيرة هتتجوز كمال الشناوي، بس ده مش هيحصل خالص. المسلسل أحداثه مختلفة تمامًا عن المتوقع. والقصة بالمناسبة ويمكن ده السبب يعني، يوسف السباعي والألحان اللي جوه المسلسل كان محمد عبد الوهاب هو اللي عاملها، والإخراج عشان كده المسلسل طلع حلو جدًا كان للسيد بدير. تاني تجربة إذاعية بقى كانت البطلة فيها سعاد حسني. سعاد حسني هنا ونجاة الصغيرة هناك، والمسلسلين بالمناسبة اتعملوا في نفس السنة، سنة 67. الفكرة بقى هنا في إيه؟ إنه سعاد حسني بتقوم بدور كاتبة الرواية اللي اتاخد عنها المسلسل، اللي هي كلية خولي. المسلسل اسمه أيام معه على اسم الرواية. الرواية هنا بتتكلم عن تفاصيل علاقة كلية خولي بنزار قباني، لأن هما كانوا على علاقة عاطفية ببعض، وكلية خولي هنا بتحكي عن القصة حصل فيها ايه وكل التفاصيل اللي كانت ما بينهم، بس مش بشكل واقعي، لأن هي كلية خولي نفسها قالت في حديث ليها استضافوها مرة إذاعيا يعني، فقالت في حديث ليها إنه هي خدت كذا تفصيلة من علاقات موجودة حواليها وحطتها في الرواية، يعني مش كل الحاجات اللي حصلت في الرواية ولا كل الحاجات اللي حصلت في المسلسل هي بالظبط اللي حصلت ما بينهم، لأن هي على سبيل المثال بتحكي مثلا كان في مشكلة ما بين صديقة ليها وما بين الشخص اللي هي بتحبه، فهي خدتها وحطتها جوه الرواية إن المشكلة دي حصلت ما بين البطل والبطلة. وبرضه أحمد مظهر بالمناسبة هو اللي كان قايم بدور نزار قباني أو البطل يعني بتاع المسلسل، بس هو ما كانش طالع شاعر ولا حاجة، هو بيتذوق الشعر، واللي كانت شاعرة في الحقيقة في المسلسل هي سعاد حسني، كانت قايمة بدور شاعرة يعني مبتدئة، لكن أحمد مظهر كان قايم بدور ملحن بيتذوق الشعر، ده كان الباب اللي كان
ما بينه وما بين اتفتح ما بينه وما بين سعاد حسني. لكن كان هو ملحن. وبالمناسبة كونه ملحن دي كانت الوظيفة الأساسية للزوج الحقيقي لكلية خولي. يعني هي خدت من كذا حاجة وهي بتعترف خدت من كذا حاجة وحطت في الرواية دي. الرواية أنا لسه ما قريتهاش للأسف، يعني ما حالفنيش الحظ إن أنا أقراها، لكن أتمنى إن أنا أقراها بعد كل التفاصيل اللي أنا سمعتها في المسلسل. لأن المسلسل بالمناسبة النهاية فيه ما كانتش مستبعدة، كانت متوقعة، وإن كانت مش متوقعة إن هي تحصل بالصورة دي، لكن أنا بصراحة اتبسطت بالنهاية جدا، لأن هي بتعبر بشكل ما عن اختيار حر من البطلة. هي اختارت اختيارا ما كانت تستاهله وكانت تستحقه، ودفعت عن نفسها ظلم بشكل ما كانتش تستاهله إطلاقا، يعني لأنه الشخصية اللي كان قايم بيها أحمد مظهر. وأتمنى إن ما كانش ده يكون اللي حصل فعلا ما بين كلية خوري وما بين نزار قباني، كان بشكل ما توكسيك. المسلسل ممتع جدا، اللي هيسمعه هيتبسط بالتجربة الإذاعية دي لسعاد حسني، وإن كانت هي مش التجربة الإذاعية الوحيدة ليها، طبعا هي ليها كذا تجربة إذاعية تانية، بس المسلسل ده نوع من أنواع الأعمال الرايقة كده، اللي هو أنت ممكن تسمعها قبل ما تنام، أو تقسم الحلقات بتاعته كل يوم مثلا حلقة، لأنه الأبطال فيهم حتى كمان صوتهم واطي بشكل معين، هم عارفين يتكلموا بطريقة معينة، فتحس إنه من المسلسلات الرايقة جدا اللي هتخليك تحس إنه لأ، أنا المسلسل ده هسيبه أسمعه مثلا قبل ما أنام، أو أسمعه بالليل، أو أنا بشرب قهوة. يعني من الحاجات اللي مش زي مثلا الحاجات الفكاهية أو الحاجات اللي الواحد بيحس فيها إن هو محتاج هيبرة شوية، لأ هو مش كده. مسلسل من نجاحه ومن الطريقة اللطيفة الممتعة اللي الممثلين أدوا بيها في المسلسل ده، خلتني متحمسة أكتر إن أنا أقرأ الرواية، وإنه أنا أعرف هل في تغيير كمان في المسلسل عن الرواية ولا لأ. لكن كانت وسيلة ممتازة جدا إن أنا أعرف عن الرواية وإن أنا أحب أقراها.